السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا سماح ودي قناتي. تعالى نعمل اكله حلوه مع بعضينا، تنفع غدا تنفع عشاء. حطينا ميه سخنه على البوتاجاز، حطينا فيها شويه ملح ومعلقه كمون. اكيد هتخمنوا هنعمل ايه. حطينا معلقه ملح كبيره ودي معلقه كمون صغيره. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينجيهم من اللي هم فيه ويخفس الارض من تحت رجل الصهاينه ورجل العدوين اللي بيحاربوهم وهم عزل، ويحتسب شهدائهم في الجنة ويصبر أهليهم ويربط على قلوبهم إن شاء الله. ربنا يمدهم بنصرة من عنده إن شاء الله. ربنا ينجيهم من اللي هم فيه بإذن الله. ما تنسوش اللايك والشير. كده عرفتوا هنعمل ايه. جبنا قرنبيطة حلوة وغسلناها غسلة حلوة وقطعناها زهرة صغيرة. تقطعيها كبير تقطعيها صغير، بس الصغيرة أحلى، بتستوي بسرعة وبتتحمر وبتستوي من بره ومن جوه في التحمير، عشان بتبقى مش سميكة. انا هنا احطه في الميه، بس احطه في الميه بعد ما يغلي، مع معلقه كمون ومعلقه ملح. هنا بقول لك الاول الزهره لو كبيره تقسمها نصين. واللي ما شاركت معايا في القناه يشترك ويفعل جرس الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا شير ولايك مع اصحابكم. تنسوش اللايك. كده حطيناها هي كلها سلقه مره واحده اهو في الحل، وغطيناها وسبناها شويه. انا سويتها 3/4 سوا، ما سويتهاش سوا كامل عشان ما تتهريش مني في التسويه. لسه هتتحمر وتتحط في الدقيق وتتحط في الخلطه وتحط في الزيت فعشان تستحمل التحمير. نحط الغطا كده وهحط فوقيه المصفى. وانت بتعملي في الاكل كده تقولي اللهم صل على النبي، تذكري الله، تسبحي. نطلعها معاكم. سمي وطلعي بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. خصوصا لما تكبسي حاجه سخنه مثلا تكبيها في الحوض الميه، تسمي وتفتح الحنفيه الساقعه مع الميه السخنه. انا كده طفيت، وانا بطلع انا طفيت. طلعتهم كلهم، بس انا طفيت على النار وسبتها لما بردت تماما، وبعدين هنعمل الخلطة معاكم. يعني ما عملتهاش وهي سخنة، سبتها لما القرنبيطة بردت خالص. لما تسيبيها بتبرد بتشرب بالتتبيلة وبتقرمش في القلية. احنا كده حطيت بيضتين معاكم. هكسر بالشوكة كده، ادوب البيضتين في بعض كده، اضربهم حلو عشان يفكوا. وبعد كده نضيف بقية المكونات. وانت لما بتعملي فاكهة تخلي طبق جنبيك، صينية حاجة جنبيك فاضية، تحط عليها المعلقة، تحط السكينة، تحط الشوكة. دي كوباية لبن ناقصة شوية، ناقصة معلقتين 3 كده. نضرب البيض مع اللبن تاني عشان ندمجهم مع بعض. ده ربع معلقة كركم. وبرضه حسب الكمية اللي انت عاملاها، يعني حسب الخلطة حسب الكمية. دي معلقة بابريكا.
اللي هو الفلفل الروم اللي مش حراق ده، حلو الفلفل الحلو. ودي نص معلقة كزبرة ناشفة. ودي نص معلقة الا ربع كمون، يعني معلقة كمون صغيرة مش مليانة، لأن الأرنبيط بيحب الكمون. ودي معلقة نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة صغيرة، عشان هي اصلا عندي انا الكمية مش كتيرة، يعني الكمية صغيرة. دي معلقة ملح. نضرب دول ببعض ونشوف هنحط حاجة تانية ولا لا. واكلة حلوة، هو ما فيش حاجة رخيصة، بس هي اكلة حلوة برضو مش مكلفة. تنفع معاك في الفطار، تنفع معاك في العشاء، جنب طبق بطاطس، جنب حبة قوطة وحبة خيار، شوية جرجير، وتمشي يوم. دي كوباية الا ربع دقيق، يعني زيادة عن الربع شوية. لو عايز دقيق تاني هحط. ودي نص حزمة خضرة متشكلة، يعني شوية كرفس وشوية كزبرة وشوية شبت، بقدونس وكزبرة وشبت. ما عندكش كرفس ما تحطيش، هما التلاتة دول حلوين، بس انا واخدة الورق بس. ودي معلقة توم، 3 فصوص توم كبار فدقهم في الهون بنص قرن فلفل حام. والقرن الفلفل اختياري، بس لازم تحط توم. لو مش عايزة فلفل حامي ما تحطيش، دق الفلفل التوم بس، او معلقة توم لو عندك توم مفروم. عايزة تزودي توابل تاني زودي. انا حطيت ملح وفلفل و7 بهارات وكركم وكمون. عايزة تخلي لونها اصفر عن كده ممكن تملي المعلقة كركم. انا مش يعني ما حطش كتير. وده فيجيتار، هحط معلقتين صغيرين منه. فيجيتار حار، ممكن تحطوش حار. دي كوباية الا ربع مية، حطيت منها شوية، يعني حطيت يجي نصها، وعشان كان تقيل. ونشوف هياخد تاني ولا لا. هي كده سمكها كويس. انا بوريكم المية اللي فضت، أنا ما خدتهاش، والمية دي كنت كباها مكان اللبن، مكان كوباية اللبن، يعني حطيت المية مكان اللبن، عشان كده لونها ابيض، عشان تفتكروا فيها حاجة يعني. ده القرنبيط بعد ما برد تماما، هنسقطه في الخلطة ونسيبه شوية. وندوق الملح معاكم. شوف لو عايزة ملح تاني ولا حاجة، اي بهارات اي حاجة، بس انا لقيتها حلوة كده كويسة، ما كانش عايزة حاجة. بالنسبة لنا الملح برضو اختياري، دي حاجة حسب الرغبة، والتوابل برضو حاجة حسب الرغبة، ممكن تحط شطة، تحط كركم، تحط كاري، حطيه. اهم حاجة بتظبط الملح، تلاقي كل الاكلة اتظبطت. انا بقلب بيها في الشوك، بقلب بيها بس مش خايفة ان عشان هي مش مهرية، مش مستوية قوي. انا مسويها 3/4 سوا، مش مسويها سوا كامل، عشان اعرف اخد ودي فيها في القلية، عشان ما تتهرش مني. ودول هنحطهم مرة تانية. ودي كوباية دقيق من غير حاجة، لا مش هحط عليها بيض ولا حاجة، هحط عليها بس توابل، الملح والشطة اللي انا حطيتها على زي الحاجات اللي انا حطيتها على الخلطة، 7 بهارات، ملح، بس يعني حاجات بسيطة عشان ما تحرقش منك.
بحيث ان الطعام بس الدقيق عشان ما يبقاش مش حايك. هتعملي بيه ايه ده يا حاجه صباح؟ هشوفه دلوقتي اعمل بيه. واللي وصل معايا لحد دلوقتي وبيتفرج معايا لحد دلوقتي يعمل لايك ويعمل شير مع اصحابه، واللي ما شاركش في القناه يشترك. خشوا عندنا على القناه هتلاقوا حاجات حلوه. وده كركم، وده كاري دي بابريكا بقى مش شطه، دي بابريكا مش شطه. قلبناهم مع بعض كده تقليبه حلوه، وهنقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. ان انا كنت حاطه الزيت على البوتاجاز، دي نفس الحله اللي انا سلقت فيها القرنبيط. غسلتها من مكان السلق وحطيت فيها الزيت، اولا عاليه عشان ما تطرطش منك على البوتاجاز، وتبقى الدنيا ملمومه كده معاك. وثانيا عشان ما نعملش مواعين كتير، ما نكومش مواعين كتير. سيخن الزيت. تغمزها حلو في الدقيق. دي طريقه جديده، حبه الدقيق اللي من فوق دي خليها زي الفراخ المقرمشه. بدل ما تطلعي في الخلطه، من الخلطه على طول على الزيت، تطلعيها من الخلطه تحطيها في الدقيق، تقلبيها في الدقيق زي ما تكوني بتقلبي فراخ بانيه، وترش على الدقيق كده وتهزيها فتديكي نحكشه، فبتبقى عامله زي البانيه. دي مغسوله ونضيفه ومتنشفه. عايزه تلبسي جوانتي البسي، بس انا بصراحه ما بحبش الجوانتي، ما بعرفش اتعامل بيه. انا واخده على ان من زمان ان انا اعمل حاجه كده بايدي. انا اللي بتاعي معاكم كده نطلعها.
انا نضفت الزيت بالمصفى، شلت الحاجات اللي واقعة في الزيت عشان ما تتحرقش وتلزق في الصينية اللي بعديها. كده الطاسة التانية. متنسوش اللايك. أكلة حلوة وجميلة وسهلة، ما بتاخدش وقت، نص ساعة تكون عملتيها. حط الماء على البوتاجاز تسخن على ما تعمل الخلطة تكون سلقوا على طول. بس انت تسيب القرنبيط يبرد، ما تحطوش في مية ساقعة، هو يبرد كده مع نفسه شوية. لو انت مستعجلة يعني تخليه حتى اقل حاجة تلت ساعة كده يهدى شوية. وكده خلصت التحمير معانا، وهتبص شكله جميل، من مستوي بره ومستوي جوه. وعملت جنبيه بطاطس محمرة، وعملت طبق